ثانويه عامه. طب الناس اللي جابت 50% وما جابتش 100%، الناس اللي شاطره جدا 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 وعملت مجهود جبار وكانت بتسهر الليالي وجابت 40% وطلعت بمادتين مثلا، صباح الفل، دي مش نهايه المطاف، دي البدايه برضه، يعني عادي جدا. ثانويه عامه دي ما بتفرقش في اي حاجه في الدنيا. ثانويه عامه دي عباره عن باب هيوديك للباب اللي بعده، الباب اللي بعده ده ملوش اي علاقه. انا جبت 51% في ثانويه عامه في ثانيه ثانوي، وفي ثالثه ثانوي جبت 70%، والمجموعين اللي على بعض بقوا بقوا كام، 54% تقريبا او 56%. واول رغبه كتبتها كان كليه بنات، ما اعرفش كتبت كليه بنات ليه. وبعد كده دخلت معهد خدمه اجتماعيه، طب خد دي، واترفدت من معهد خدمه اجتماعيه عشان سقطت سنتين. وده ملوش اي علاقه باللي انا عملته في شغلي وحياتي، وملوش اي علاقه باللي انا بشتغله، وملوش اي علاقه باتخرجت من ايه. فالثانويه العامه دي لا اكتر ولا اقل من مرحله في حياتنا بتعدي، مرحله في حياتنا حرفيا ملهاش اي 30 لازمه. مش عايز اقول مرحله ملهاش اي 30 لازمه، هي ليها، بس ليها مسمى واحد انا ما بعرفش غيره بصراحه بالنسبه لي انا، تعليم اساس. اسمه كده، اسمه التعليم الاساسي. التعليم الاساسي ده اللي بيخلي بس مخك يبقى مفتوح لان انت تتعلم حاجات بعد كده، اللي بيخلي بس مخك يبقى جاهز ان الحاجات اللي بعد كده انت تعرف تتعلمها. طب انت امتحنت وسقطت، طب انت امتحنت وطلعت بمادتين، طب انت امتحنت وما جبتش المجموع اللي انت عايزه، ده عادي جدا. لان ثانويه عامه ملهاش اي علاقه بالمحاسبه، ملهاش اي علاقه بالطب، ملهاش اي علاقه بالاسنان، ملهاش اي علاقه بالسياسه والاقتصاد، ملهاش اي علاقه باي حاجه تانية. هو بس بيجهزك وبيؤهلك ان انت تعرف تستقبل المعلومات الجايه. لكن انت ممكن تخش كليه وتطلع تشتغل في شغلانه تانية خالص اصلا ملهاش علاقه بشهادتك. 120 مليون مصري، اعتقد ان في 2 مليون بس بيشتغلوا بشهادات الدكاتره، ما اعتقدش في حد تاني. حتى الدكاتره ما بيشتغلوش بشهادات. الدكاتره بيطلع مش عايز يشتغل دكتور وبيفتح شركه ادويه، ملوش علاقه بالدكتور، واي حد ممكن يفتح شركه ادويه او شركه مستلزمات طبيه او شركه بتورد اجهزه طبيه. والمهندسين بيطلعوا يسيبوا الهندسه ويشتغلوا في اي حاجه تاني برضه، يقول لك اصل انا مهندس، هو ما بيشتغلش في الهندسه بس انا مهندس. يعني انت ما بتشتغلش في الهندسه بس. والعكس صحيح بقى، ممكن يبقى خريج تجاره وعنده اكبر مستشفى في البلد، ممكن يبقى خريج سياسه واقتصاد وعنده اكبر شركه بتاعه عقارات في البلد، وممكن يبقى معاه دبلوم ومعاه اكبر شركه بتاعه مش عارف ايه. فاللي انت بتعمله في التعليم الاساسي ده لا اكتر ولا اقل من هو بيصنفر لك مخك عشان يخليك جاهز للمجتمع بس. عشان كده انا بسميه تعليم اساسي. فلو انت جبت مجموع حلو في ثانويه عامه، برافو، انت اجتهدت وعملت حاجات كويسه، برافو عليك، قابل يا واحد، قابل اللي جاي. لو انت بقى ما جبتش مجموع وطلعت بمادتين، طلعت بثلاثه، طلعت باربعه، عادي جدا، صباح الفل على عيونك. انت اصلا مش لازم تزعل، يعني انت ممكن تحزن، انا ماليش دعوه بالحزن ده وان انت تتضايق، لكن مش لازم تزعل، اللي جاي ملوش اي علاقه، صدق لسه هتاخد على وشك اكتر. اتقل. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت سنه اطلع لك تاني كل يوم.